عز وفخر. تحية لرجال الأمن. تم القبض على علي سالم الحريزي صاحب الفتن في المهرة بدعم من وين؟ من سلطنة عمان. يكفي يا عمان، يكفي يقص سمعة سلطنة عمان في العالم بأسره. تدعمون الميليشيات وأبناء عمان طيبين. تحية للعرب الأكحاح في سلطنة عمان. هذا علي سالم الحريزي، هذا هم سطوس بين جماعة البوتي وسلطنة عمان. هذا من خلاله يتم دعمهم بالأسلحة وتهريب الأسلحة والمسيرات والتكنولوجيا والأجهزة وما شابه ذلك، حتى أن سلطنة عمان تطبع بضائق مزورة وجوازات وكمية شحنات تم القبض عليهم في المنفذ في المهرة. وكم ليه يا سلطنة عمان؟ الآن الحركة اللي حصلت قبل يومين وتم القبض على اليزيدي كانت صالحة الشرعية من شان تنهض. الآن معاها مبرر تضرب بيد من حديد. قاموا فئة متخلفة يصدقوا قبائل خولان. لو فيكم حيل المحتل داخل صنعاء، من فيكم أما هذا هو مطلوب. وتم دعسهم من محسن القايد، حيل له يضرب بيد من حديد. والآن تم القبض على علي سالم الحريزي وغيره. اضربوا يا رجال الأمن، اضربوا، لا ترحموا أيا كان. وتحية لأبناء المهرة، تحية لكم يا أبطال. وانتم عارفين مني سلطنة عمان تجي لكم من باب دين وما وغزة هم يستقبلون إسرائيل. نتنياهو عندهم، إيريل شارون، إليفني وزيرة الخارجية السابقة كلهم، والسفارة الإسرائيلية داخل مسقط باسم جمعية الصادقة. والكلام مش مني، الكلام من الجاسم رئيس الوزراء السابق القطري. شفتوا هؤلاء أعداء الدين يجي لك من باب الدين والعاطفة ويحرضوا هذا عدو الدين والإنسانية. اضربوه بيد من حديد. تحية لكم يا أبطال، تحية لكم الشرطة العسكرية داخل المهرة فالغيضة. تحية لكم. أما اليزيدي ذا بنعلقه ونربيه وبنايا. والقبائل حق خولان بن عامر قعوا رجال، والله لعن والد والديكم قعوا رجال نكافح المحتل داخل صنعاء. هؤلاء إنجاز الشيء اللي جماعة البوتي الشيء يدخلكم في صراع القبائل مع الشرعي. والله لا نمسحكم، خلونا في قضيتنا في صنعاء. هذاك مطلوب وغيرهم من المطلوب يتم القبض عليهم. وزير خارجيتهم شراف اللي هو الآن في يد رجال الأمن داخل عدن. عز إذا لا مكان صنعاء نشي نعيش بسلام. سلطنة عمان ادعموا الشباب اللي عندكم، ادعموا البطالة والفقر والجوع. صنعاء تتدخلوا فيها يا أوغاد وتدمروا بلدي ومحافظتي. تدمروها ليش؟ والله لا تدفعون الثمن. والله وكل من تواضع في المهرة. قعوا رجال اللي في المهرة تتآمروا مع سلطنة عمان ضد بلادك. عمان تاجر بك. هؤلاء انجاز أوغاد. وانا اعيد واكرر، مشكلتنا مع اللي بيدعمون الميليشيات. اما شعب عمان مننا وفينا. وهؤلاء احمد الخليلي والحكومه هو معروف من بيدعم الميليشيات. قربت نستعيد صنعاء.